انا عايزه اوصل للمرحله دي. اوعى تقولوا ان ده اتحرك، لا هو كده اللون اللي انا عايزاه. بنزل بالثوم بتاعي اهو. الثوم انا فرماه مع معلقه كزبره كده ناشفه. ما اقولكمش طبعا، بصوا على الريحه اللي كانت طالعه من الثوم لما اتحط على السلج اللي كان محمر ده هنا في الطاسه. والله حاجه بجد يعني. عيالي بره كانوا قاعدين في الصاله، جو ايه ده يا ماما الريحه دي؟ ايه الريحه دي؟ حاجه ما شاء الله. صدقوني الطريقه دي هتعملوها في البولجاز هتعتمدوها. بصوا انا هفضل اشوح كده، هشوح السلج اللي اتحمر مع الثوم والكزبره الناشفه. انا لقيتهم ان هم محتاجين حته سمن، فقلت احط لهم حته سمن لازم تاني. حسيت ان الطاسه ايه نشفت كده من تحت. انا مش بحب اكتر كتير سمن بصراحه، يعني في الاكل انتوا عارفين الكوليسترول والحاجات دي. فربنا يحافظ علينا جميعا يا رب. فبحط حسب الطلب بصراحه، يعني في السمن بالذات، يعني لازم نخاف على صحتنا ان شاء الله.